ازيك يا عم؟ عامل ايه؟ مضغوط. مضغوط؟ جي بي جي ولا بي دي اف؟ انت بتهزر؟ تصدق ان انا غلطان ان انا بقول لك حاجه؟ خلاص يا عم، انا قلت اضحك معاك. اللي قول لي لازم الجو بقى حر. امم ده من ايه؟ من ايه؟ معروف يا جدع، من الضغط الجوي. همشي. خلاص خلاص، تعالى قول لي بس مضغوط من ايه؟ الشغل والدراسة. مبقتش عارف اذاكر حاجة ولا بقيت عارف اركز. الدنيا جاية عليا من كل حتة. مفيش فلوس ومبقتش عارف اتعامل مع الناس. خلاص حاسس ان مفيش امل. كل ده؟ اسكت واكتر والله. ياه، ده انت ربنا يعينك. هروح امشي انا بقى. ليه يا عم؟ انت لحقت؟ حتى انت هتمشي؟ معلش، اصل انا حاسس ان انا تعبان وضغطي عالي. عارف لما تحس انك مضغوط كأنك بتجري على عجلة بس مش بتوصل؟ هو ده بالظبط الإحساس اللي بيجي مع الضغط. النهاردة مش هنتكلم عن الضغط بشكل علمي بس، ولا حتى مجرد قصص عادية. هنتكلم بطريقة تجمع الشكل العلمي والواقع اللي بنعيشه كل يوم. عندنا 4 شخصيات مختلفين بقصص مختلفة. وقبل ما ندخل في الموضوع وأقول لك إن الضغط مش وحش، بل بالعكس بيبقى مفيد وكويس جدا في بعض الحالات. ولكن قبل ما اقول لك مفيد ازاي، خليني اقول لك ان كان في بنت اسمها اميره، كانت مجتهده جدا وبتشتغل في شركه كبيره. اميره دايما تحب تكون الاولى، لكن في فتره المدير زود عليها الشغل بشكل رهيب. في البدايه اميره كانت زي النار، تخلص اسرع، تنجز اكتر، تشتغل احسن. لكن بعد شويه بدات تحس بالتعب، بتنسى حاجات مهمه، انتاجيتها بقت اقل، حتى صحتها بدأت تتأثر. في دراسة اتعملت في جامعة ييل وضحت إن الضغط البسيط ممكن يحفزك، لا وكمان يزود إنتاجيتك. لكن لما الضغط بيبقى مزمن أو مستمر بيبتدي يأثر على المخ، وخصوصا منطقة معينة، وبتبقى مسؤولة عن الذاكرة والتعلم. أميرة للأسف وقعت في الفخ. الضغط بقى أكبر من طاقتها وإنتاجيتها قلت بدل ما تزيد. الشخص التاني هو عمر. هو طالب في الجامعة ومتعود يذاكر ليلة الامتحان زي أغلبنا كده. كان عنده امتحان مهم جدا، فضل سهران طول الليل، حس إنه فاهم وعارف، لا ومستوعب كمان كل كلمة بيقرأها. لكن لما دخل الامتحان حصل غير المتوقع بالنسبة له. عمر ما افتكرش أي حاجة من اللي كان مذاكرها ومعرفش يحل أي حاجة خالص. مخه فصل، وحتى الإجابات اللي كان مذاكرها راحت. ليه حصل كده؟ طبيعي يا عمر، لأن جسمك كان منهك وانت كبست كل المعلومات في وقت واحد. وده مش الطبيعي، لأننا لما بنكون تحت ضغط كبير لفترات طويلة جسمنا بيبدأ يفرز كميات كبيرة من الكورتيزول. طب ايه هو الكورتيزول؟ هو هرمون التوتر. خليني اقول لك ان في دراسة اتعملت اثبتت ان الكورتيزول لما بيعلى في جسمنا بيأثر على التركيز بشكل كبير ويضعف قدرتك على استرجاع المعلومات. عشان كده عمر معرفش يسترجع اي معلومة من اللي كان مذاكرها. طبيعي يا عمر، هتسترجعها ازاي يا جدع؟ بحب اقول لك لو انت بتعمل زي عمر، فكل ما زاد الكورتيزول في جسمك كل ما قلت قدرتك على استرجاع المعلومات. نيجي لخالد والعلاقات العاطفية. شاب شغال على مشروع كبير في شغله وكان مضغوط جدا وكل تفكيره في الشغل بس. خطيبته كلمته عشان تقول له على حاجة مضايقاها، ولكنه رد عليها بكل عصبية: مش فاضي دلوقتي، مش شايفاني غرقان في اللي انا فيه. الكلمة دي عملت ما بينهم مشكلة كبيرة. مشروعه خلص بس علاقته بخطيبته اتأثرت بشكل كبير. ما طبيعي يا خالد. الله، الضغط المستمر مش بس بيأثر على شغلك، لكنه كمان بيأثر على تعاملك مع الناس. دراسة اتعملت في جامعة كاليفورنيا أثبتت إن الضغط العالي بيزود العصبية وبيقلل القدرة على التواصل الفعال. طيب بعد ما اتكلمنا عن ال3 أشخاص دول، حابين نعرف إزاي نتعامل مع الضغط. خليني أحكي لك عن مها، وهي آخر شخصية معانا النهاردة.
مها كانت دايما عندها طرق بسيطة لكن فعالة. على سبيل المثال المشي والرياضة، كل يوم كانت بتاخد 15 دقيقة تمشي. تعرف ان في دراسة اتعملت اثبتت ان المشي بيحسن المزاج وبيقلل الكورتيزول. تاني حاجة وهي تنظيم الاولويات. مها كانت بتكتب ايه اهم 3 حاجات اعملهم النهاردة، زي ما قال ستيفن كوفي في كتابه العادات السبع للناس الاكثر فعالية. ابدأ بالاهم فالاهم، ابدأ بالاهم فالاهم. تالت حاجة وهي النوم الجيد. النوم الكفاية يعتبر زي شاحن لجسمك ومخك. العديد من الدراسات اثبتت ان النوم الكافي بيزود تركيزك وبيقلل من توترك، وده ينتج عنه زيادة في الانتاجية. رابع حاجة مش مشهورة ولكن في ناس كتير جدا بتعملها، وهي التأمل والتنفس العميق، لان كل يوم 10 دقايق بس كفيلة ان هي تعمل ريستارت لدماغك تماما. وعشان كده عايز اقولك في النهاية ان الضغط مش كله وحش. في ضغط بيأثر عليك بالسلب، وفي ضغط بيدعمك ويخليك توصل للي انت عايزه. وخليني اقولك انك محتاج تبقى مضغوط، لكن الضغط الكويس اللي بيخليك تنتج. لكن ما تسمحش للضغط انه يؤثر عليك، لان لو حصل انت اللي هتخسر ومش هتنجز اي حاجة، بالعكس كمان ممكن تفشل. خد وقت لنفسك ونظم يومك، وافتكر دايما الانجازات الحقيقية مش بس في الشغل او المذاكرة، لكن كمان في صحتك وعلاقاتك. اهدى وخد نفس عميق وابدأ يومك بخطوة بسيطة، ومهما كان ما تحطش نفسك تحت ستريس عالي. دي كانت حلقة النهاردة، أتمنى تكون عجبتكم. لو عجبتكم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتدوسوا على زر اللايك. سلام.